مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وحياكم الله اليوم معنا في حلقه جديده من حلقات مشوار احسان. معي انا وائل خواجي. ضيوفنا اليوم مختلفين تماما، لهم وزنهم في السوشيال ميديا، فارس الشيله وامير الكلمه. ضيوفنا اليوم حنستمتع معاهم، حنروح معاهم مشوار من ضمن برنامج مشوار احسان. ضيوفنا حنتعرف عليهم بس متى؟ بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل انا وضيوفي الحلوين. خلونا نرحب بضيفي الاول سعد السبيعي يا ابو غنى. يا مرحبا بك مليون. الله يبقيك، يطول في عمرك ابو تركي. يا مرحبا، اللهم سلام. منور الاستوديو يا قناتي. منور بهله. الله يسلك. ضيف الثاني خفيف الظل، مرح جدا، حبوب، والناس كلها تحبه وتغليه لانه رجال طيب. مفلح المشعلي. يا هلا وغلا. الله يطول عمرك يا ابو تركي. اول شيء اسال الله سبحانه وتعالى ان الله يوفقنا وياكم وبيض وجيهكم على هالاستقبال الطيب والحفاوه الطيبه والاستغراب الطيب منكم. ان شاء الله ان الليله تكون حلقه خفيفه ولطيفه معك اخوي وائل. الله يسلك. طبعا اليوم حنستانس. انا ودي اسالك يا مفلح، اول سؤال عندك انت، كيف رمضان معك؟ رمضان يا طول العمر شهر خير وشهر عباده تغلق فيه ابواب الشياطين والناس يحتسبون الاجر فيه. والصراحه شهر رمضان فرصه لكل مسلم، يعني اي مسلم في شهر رمضان لازم انه يغتنم كل ساعه من شهر رمضان. الله يسلمك. الله سبحانه وتعالى ان يحسن الخاتمه يا رب. امين يا رب العالمين. ابو غنى، ما شاء الله تبارك الله، زي ما شايفينك شعبيتك وشهرتك ما شاء الله تبارك الله مغطيه الارجاء العربيه. انا ودي اسال ابو غنى كيف استخدم شهرته في الاعمال التطوعيه؟ اول شيء بيض وجهك على الكلام اللي قلته وانا ماني بزيد عنكم. الامر الثاني استخدام الشهره في الاعمال التطوعيه. طبعا الاعمال التطوعيه ما هي محصوره لا على مشهور ولا على غيره. يا سلام. ولا هي محدده في وقت معين، يعني مثلا في رمضان ولا لا، لكنها تفضل في رمضان انك تكثف من الاعمال التطوعيه، انت تعرف الاجر مضاعف. الامر الثاني المشهور الفرصه عنده اكبر في الاعمال التطوعيه، يعني انت يمكن مثلا نفترض يا وائل انك انت ما حد يعرفك وبتسوي عمل تطوعي ما راح احد يقوم معك فيه، صح ولا لا؟ سلام. لكن المشهور وراه جيوش وعالم وناس، يستخدم سنابه، يستخدم حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، والناس اللي معها بتعينه ان شاء الله على الخير وبتساعده وتساهم معه في الاعمال التطوعيه. نعم اكيد. فيستغل الفرصه، يستغل شهرته، ويستغل ايضا بما احنا في شهر رمضان، استغل الفرصه في شهر رمضان، يعني شهر فضيل، ويستغل الفرصه في اعمال التطوعيه. يا سلام يا سلام. سؤال يا مفلح، ايوه ولا لا؟ هل الاعمال التطوعيه مفلح المشعلي حتكون ضمن دراسه ضمن اعماله القادمه؟ باذن الله يا طول العمر. اول شيء انا والله للامانه ما قد جيت في عمل تطوعي، اول عمل تطوعي اليوم، وبيض الله وجهك اخوي وائل. ان شاء الله انا بدايه انطلاقتي في الاعمال التطوعيه. وبالنسبه للمشهور اللي ما يستخدم شهرته في امور الخير والاعمال التطوعيه، انا اقول كلمه مشهور وشو اللي تطلق عليه. يا سلام. يا الرجال اللي ما يخدم الناس بالخير اشوف ان شهرته ما لها سنه صراحه. طيب انا جايب لكم الخبر. طبعا مشاهدينا الكرام، الان بعد الفاصل حيدخل علينا صندوق حنختار الحاله اللي حنروح لها انا والشباب الحلوين. بعد الفاصل والصندوق حنختار منه الحاله، احد الشباب حيختاروا الحاله من الصندوق. انتظرونا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل انا وسعد السبيعي ومفلح المشعلي. الان الصندوق قدامنا ومنهم واحد حيختار من الصندوق الحاله، وبعدها حنتوجه للمشوار انا وضيوفي الحلوين. مين اللي حيختار شو الحاله؟ ابدا عندك يا بغنى. عندك يا مفلح. عندك مفلح، توكل على الله. طبعا تفضل معي. لا وقف معي، كلنا حنوقف معك. بسم الله الرحمن. يلا روح حط يدك روح، الورقه قريبه منك. روح. يا سلام. اوكي وش ذا؟ ليش ايش حسيت يا مفلح؟ ها؟ ايش حسيت؟ في عريض داخل يا ولد. طيب مشاهدينا الكرام، والله العظيم بعد ما وصلنا للحاله، طبعا الحاله اللي حنتوجه لها في المشوار طفل عمره سنه يعاني من فتق اربي. انا والشباب حنتوجه للحاله. طبعا بس نروح غرفه الملابس نغير ملابسنا ونتوجه للحاله. نلقاكم بعد الفاصل باذن الله. توكلنا والله. جوال. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل انا وسعد السبيع جميل ومفلح المشعلي. طبعا عندنا حاله من ضمن الحالات الموجوده في جمعيه احسان اللي هو مشوار شفاء الطبي.
طبعا لعلاج الاسر والدخل المحدود. الحاله اللي عندنا اليوم طبعا بعد تقرير طبي هي علاج للفتك الاربي لطفل. الحاله موجوده قدامنا، حنروح لها الان وناخذ الحاله ونوجهها للمستشفى وحنشرف عليها وهي تجري العمليه. توكلنا على الله. توكلنا والله. يلا توكلنا. بسم الله. وصلنا الآن لبيت الحالة، حندق عليه وحناخذ الحالة. تسابقت الهموم إليه، تجري دموع اليتم في خديه. أبو مندل؟ نعم أبو مندل. أنت مقدم على جمعية إحسان بعلاج لولدك؟ طيب الولد موجود؟ الشباب الحلوين هذول اللي معي، وإحنا جايين نبشرك بأنه بإذن الله حيتم علاج ولدك بإذن واحد أحد إن شاء الله اليوم بإذن الله. الله يسلمك. طيب ممكن نشوف الولد؟ الله يسلمك. تفضل شوف. ظمأ وجوع قلبه موجوع، من ذا يضيء له الحياة شموع، من ذا يواسي ومن يؤوي، كن بلسما يمحو الأنين وسعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماس كالدر الثمين. يا مرحبا وسهلا، حنا طال عماركم الان متواجدين عند بيت ابو منذر، وان شاء الله ان حنا نكون سبب لعلاج هالولد ونسال الله سبحانه وتعالى ان الله يشفيه يا رب ويخليه لوالديه. والبادره هذه تبع جمعيه احسان، اسال الله ان الله يرزقهم ويبيض وجههم على كل حال. الان حبايبي المشاهدين، انا ومفلح المشعلي وسعد السبيع ابو غنى حناخذ الطفل وحنتوجه للمستشفى حتى نشرف على حالته وعلى العمليه اللي حيسويها اليوم باذن الله. دعواتكم للطفل بالتوفيق وخليكم معنا. فعل الجميل وزادها التقوى، جعلت له في حضنها مأوى، قلبا رحيما كي يحن عليها، وبلحظة عاد الحنان إليه، وتفجر الإحساس بين يديه حتى رأينا نور بسمته متلألئا يبدو على شفتيه، كن بلسما يمحو الأنين وسعادة للآخرين، ذا رحمة وفضيلة كالماس كالدر الثمين، كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين، ما أجمل الدنيا إذا عشنا بها متراحمين، في رحمة الإنسان نستلهم الإحسان، والراحمون المحسنون يرحمهم الرحمن، في رحمة الإنسان نستلهم. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال
ألا يا زين يتل قلبي على خلي مسكين راعي الهوى مسكين قل لي نعم قل لي ولا يا زين يتل قلبي على خلي مسكين راعي الهوى مسكين قل لي نعم قل شملان للمزون نظرة حطنا وسقره له مبلاه الهوى ربي يعينه صابه الهم ولا ما مقبول. الله الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقه، وصلونا رغد وعبد الله يسلمون الهدايا. بيض الله وجهكم، تفضلوا. مرحبا. اول شيء سلم، كيف الحال؟ نجحت؟ مبروك ان شاء الله. اتمنى مشاهدينا الكرام ان حلقتنا حازت على رضاكم. كان هذا مشوارنا اليوم مع سعد السبيعي ومفلح المشعلي والخواجي مشوار احسان. سلام عليكم. شفنا حالة الطفل منذر، وشفنا كيف فرحة والده يوم جيناه وبلغناه بأن في خطاب لعلاج ابنه في أحد المستشفيات من جمعية الإحسان. يعلم الله أني أنا أيضا والشباب اللي كانوا معي كنا سعيدين جدا من فرحة والد منذر. فدعم مثل هالحالات ولإسعاد الناس وتفريج كربهم، هناك وقف لجمعية الإحسان اللي هو وقف ومن أحياها. دعمك لهذا الوقف سيساهم في دعم أسر كثير ومرضى كثير مثل حالة منذر وغيره. الله يكتب لنا الأجر وإياكم إن شاء الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم سلمكم الله زرنا الطفل منذر، يعلم الله ان حالته يرثالها. نشكر جمعية إحسان انهم وفروا لهالطفل خطاب موجه انهم يعالجونه في المستشفى، وبيض الله وجيههم ولا قصروا. يعلم الله ان احنا يوم دخلنا اليوم ان ابوه انها استانس ودخل فيه الفرح والسرور عشان ولده بيتعالج. طبعا حنا يعني نوصيكم انكم تدعمون مثل هالوقف، يعني شبابنا في حاجة الدعم يا الربع. طبعا لا تنسوا دعم وقف ومن أحياها. أخوكم مفلح المشعلي. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن فخير الوقت الآن يحين. بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين.